احلى ابو مكه في الدنيا. معاك اختك سعديه. عملت لي عصير المره اللي فاتت والحمد لله الحمد لله انا اتجوزت. الراجل هيطلقني والله يا ابو مكه. اعمل لي مكسيه رايقه كده عشان عايزه اخلف. تعالى. طالما وصلت للطلاق ابو مكه ما بيتوصاش. قبل اي حاجه هتصلي على النبي الاول. سعديه بنت حلويات عشان ما تتطلقش عايزه تشرب مكسايه رايقه، ايس كريم فانيليا مع كوبايه مانجا قطع مع 2 توينكز، ولازم تقفل عليهم كويس قوي. بعد ما تقفل على سعديه وجوزها ربنا يهدي سرهم هتديهم ضربه حلوه في الخلاط. بعد ما تديله ضربه حلوه في الخلاط عشان تلغي فكره الطلاق هتنزل بالكراميل كتير يا معلم. بعد ما تنزل بالكراميل كتير يا معلم هتصب العصير بتاعك واحده واحده كده يا معلم. وعايز اقول لك ان المكسايه الرايقه دي كفيله توديك في حته تانية خالص. عايز اقول لك ان المكسايه الرايقه دي مش شرط تيجي تشتريها من عند ابو مكه، ممكن تجربها في البيت بطريقه سهله خالص. ولو حابب تنفع ابو مكه وتدلع ابو مكه في اقرب كومنت ليك هتكتب حبيبي يا رسول الله بحبكم في الله والله. انتوا بتعملوا ايه هنا مع بعض؟ وانت ايه اللي جابك هنا يا سعديه؟ وايه ده؟ كنت بجيب فلافل وقلت احاول اشرب حاجه من عند ابو مكه كده حلو. يلا يا ابويا انت وهو كده اخلعوا. يعني ايه يعني؟ يلا يا عم. يعني ايه يلا يعني؟ يا ابويا يلا يا ابويا.